كي نقولوا العيد مولد النبوي الشريف نقولوا تقنت في وجده. وبما انني وجديه اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديال تحضير تقنته الوجديه اللي ضروري تكون في اي منزل في هذه المناسبه ديال سيد الميلود. بالنسبه للمكونات انا غادي نقول لكم واش درت، ولكن راه كميه قليله، اللي بغات كميه كبيره تضاعف يعني المكونات وكل وحده وطريقتها. بالنسبه لطريقتي كندير كاس نتاع الزيت، نديره هكذا في شي كوكوط ولا حاجه ثقيله، وغادي نخليه يحمى مليح مليح، وغادي نزيد له 2 كيسان نتاع الفرينه، وغادي نبدا نخلط كما راه موضح في الفيديو. نخلط مليح مليح وما نساوش عليها البنات، ضروري تقعدوا مقابلينها والنار تكون ناقصه بزاف هكذا باش فرينه طيب لنا على خاطرها وما توجعناش وتتحمر وتجينا مليحه. كيف ما شفتوا حدها هي طيب وهي تطلق روحها وهي تخفاف. انا هنا راه قبضت لي بزاف، تقريبا شي ساعه ولا وانا نخلط فيها. مهم كل شويه نخلط وما نساوش عليها، والنار راها ناقصه فريمون البنات. كيما راه موضح في الفيديو نخلطوا ما نساوش عليها. صاي هي شويه بشويه تبان لكم بلي بدات تتحمر. هنايا صاي راها وصلت لي يعني لا كولور اللي راني باغيتها، كي تولي كيما الكراميل. صاي غادي نطفي عليها ونخليها تبرد. انا طفيت عليها في الليل وخليتها للغدوه عاد خدمتها هنا راه في الصباح. شوفوا كيفاش بردت، كيفاش ولات ولا لا كولور نتاعها بحال الكراميل. هنايا راها بارده تماما. غادي نخلطها مليح مليح باش تدخل ديك الزيت في الفرينه كيما راه موضح في الفيديو. وغادي نبدي نزيد في السكر كلاصي. السكر كلاصي البنات يعني كيبقى على حساب الذوق ديال كل واحد وكل وحده. بغى الحلو بغى يعني شويه ناقص في الحلاوه. انا درت 4 ديال المغارف كبار نتاع السكر كلاصي، وغادي نخلطوه مليح مليح حتى يدخل لنا في هذاك الخليط ما يبقاش يبان. وعاد غادي نضيفوا المكونات الاخرين. بالنسبه انا واش ضفت، درت اللوز هكذا مهرمش زعما مطحون اون بودغ، بغيتو ديروه مهرمش ديروه، انا درته هكذا مطحون. ودرت الزلجلان. بالنسبه لهذاك الكاس نتاع الزيت و2 كيسان تاع فرينه درت 150 غرام من الحاجه، جاتني بنينه يا سلام. مهم كل وحده راني نقولها ونعاودها كل وحده والطريقه ديالها. المهم انا هذه هي الطريقه ديالي في تحضير تقنته، كتجي بنينه. الصراحه كتعجبني بزاف، بلا يعني سيد المولود نقدر نديرها وناكلها، كتجي تهبل مع التمر. مهم ها هي شوفوا كيفاش جات ما شاء الله بنينه، واحده الريحه طالعه منها ما نقولكمش. بالنسبه للطريقه نتاع التقديم كل واحد وكيفاش يبغي يقدمها. انا درتها هكذا في هاد لي فيغين ميني فيغين هادو صغيورين، وتبقى على حسابكم الطريقه ونتاع التزيين. مهم شوفوا كيفاش جات تهب. ونتمنى لكم عيد مولد نبوي شريف وكل عام وانتم بخير.